نرى على اللوحة باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قال إمامنا الجزري في البيت 65: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى. اضطر إمامنا الجزري في هذا البيت أن ينقل حركة همزة إدغام ويحذف الهمزة من أجل الوزن الشعري. إظهار ندغام ولم يقل إظهار إدغام، مع أن همزتها همزة قطع. إذن وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى. بين في هذا البيت أن أحكام النون الساكنة والتنوين عند حروف الهجاء 4: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. ثم نرى على اللوحة تعريف التنوين. فالتنوين كما نرى على اللوحة هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء، لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا، وعلامته في الخط مضاعفة الحركة، نحو بيت بيت بيتا، عليم عليم عليما. إذن ما نراه فوق كلمة بيت المثال الذي أمامنا فوق التاء ضمتان، الضمة الأولى هي ضمة التاء، والضمة الثانية هي علامة التنوين. بيت تحت التاء كسرتان، اصطلح الأئمة على أن الكسرة الأولى هي كسرة التاء، والكسرة الثانية علامة التنوين. كذلك ما نراه فوق التاء من كلمة بيتا، فنرى فوقها فتحتان، فالفتحة الأولى هي فتحة التاء، والفتحة الثانية هي علامة التنوين. إذن دائما الحركة الثانية مما نراه فوق حرف من الحروف هو علامة التنوين، ولا يتحرك حرف واحد بحركتين. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها فنرى هذا التنبيه الذي ذكرته الآن. تنبيه: لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة واحدة في الوقت ذاته، وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف، والثانية دلالة على تنوينه. فعليما هي عليما، الميم مفتوحة وبعدها نون ساكنة. ورحيم التي فوقها ضمتان هي في الحقيقة رحيم، ميم مضمومة يتلوها نون لفظا لا خطا. وبيت التي تحتها كسرتان هي بيت بتاء مكسورة بعدها نون ساكنة. أرجو الانتباه إلى هذا المعنى فهو هام جدا، وهذا ما ترونه أمامكم من النونات الحمراء اللون في كلمة عليما ورحيم وبيت، هذا ما يبرر ويفسر لماذا كلما تكلمنا عن النون الساكنة نتكلم عن التنوين، لأن التنوين في حقيقته ما هو إلا نون ساكنة.